العدس بقى لزوم الشتا، شوربة العدس وفتة العدس. أنا ولا عزت وتعالي أقولك على تريكات بسيطة هتودي العدس في حتة تانية. بس قبل ما نبتدي الفيديو مننساش نصلي على النبي في التعليقات، وياريت لايك وشير واشتراك في القناة، ولو انت جديد اشتراكك يهمنا. يلا تعالوا نشوف هنعملها ازاي بتريكات حلوة قوي. انا عارفة ان كلكم شاطرين بتعرفوا تعملوها حلوة جدا، بس تعالي شوفي التريكات بتاعتي عاملة ازاي. شايفين بقى الجمال والحلاوة واللون الجميل؟ اول حاجة انا جبت ربع كيلو عدس، غسلته كويس وغمرته كده بالمية. تمام كده؟ تمام. هبتدي احط له ايه بقى؟ هبتدي احط له، اوريكم دلوقتي حالا. زي ما احنا شايفين كده بجيب جزرتين حلوين كبار، الجزر ده بيدي لون حلو قوي العدس. ما تحطيش كركم خالص، الكركم ده يعني بيخلي طعمه مش حلو. هنحط جزرتين حلوين، وهنحط فص توم واحد وطماطمايه واحده وبصلايه واحده وبطاطسايه واحده. ليه البطاطس؟ البطاطس بتدي قوام حلو قوي العدس. انا من الناس اللي ما بستخدمش شعريه خالص مع العدس. تمام، بحط بطاطسايه دي اللي بتدي القوام، وقلنا الجزر للون، وطبعا للطعم بقى كل الحاجات الباقيه زي الثوم والبصل والطماطم. وبس بحطها على النار لحد لما يتسلق بالشكل الجميل ده. اظن كده جميل جدا. قلبناهم اهو مع بعض. شكل الالوان بقى تحفه. ما بحطش برضو كوسه، في ناس بتحط كوسه انا ما بحطهاش. تمام. لو حابه تحطي شعريه برضو انتي براحتك، لكن انا بصراحه مش بفضلها خالص. ده بقى بعد ما اتسلق شكله اهو. يا اما بقى هضربه في الخلاط يا اما بالهاند بلندر. تمام كده، والاسهل لو عندك هاند بلندر اسهل كتير. بدل بقى ما تعملي مواعين وتغسلي بقى في الخلاط وكده، الهاند بلندر اسهل. هضربه بقى كويس كده واهرسه خالص. ممكن بعد المرحله دي ان انا اصفيه. تمام. وابتدي بقى احط له التوابل بتاعته بسيطه جدا، ملح وكمون. عايزه تحطي شويه شطه حطي، لو انت عايزاه مشطشط شويه، بس نسبه بسيطه يعني. تمام كده. تمام. يبقى اول تريكتين زي ما قلت لك، بحط بطاطسايه بحط جزر. وبعد كده بابتدي احمر بصلايه. يستحسن ان انا دايما استخدم مع العدس يا زبده يا سمنه بلدي. تمام. بعد ما احمرت بدخلها في اللون حلو زي البصل بتاع الكشري كده، بغمقها شويه. تمام. وبنزلها على العدس وابتدي اقلبها واديله غلوه. بس كده العدس معايا بقى جاهز. ممكن بعد ما احط البصلايه برضو اديها ضرب بالهاند بلندر عشان البصلايه ما تبقاش باينه. وليه بحمرها برضو شويه؟ بحمرها علشان طعمها الني ما يبقاش باين في العدس، لانها مش هتقعد كتير فيه. بعد كده بقطع العيش مربعات كده، وببتدي برضو احمره في زبده او سمنه بلدي. دول السمنه البلدي والزبده بيفرقوا يا جماعه في الحاجات دي خالص. ابتدي اشوحهم كده لحد لما ياخدوا لون كريسبي كده وطعم كريسبي كده، بيبقوا تحفه جدا. ممكن كمان احطهم في الفرن ما احمرهمش كده، بس برضو عليهم حته زبده وسمنه بلدي. وبعدين انا هعمل دي الطشه بتاعه الفته. العيش طبعا كان بتاع الفته. الطشه دي عباره عن شويه توم وبرضو حته سمنه بلدي او زبده. طبعا اللي عايز يستخدم زيت نضيف مش مشكله. تمام. تمام، حسب الامكانيات الموجوده عندنا. وبعد كده بعد ما يتشوحوا شويه هنزل عليهم بشويه خل. دي الطشة بتاعتي بسيطة جدًا. أنا ساعات باعملها وساعات ما باعملهاش على الفتة. ساعات باعمل فتة عادية كده خالص من غير الطشة، وساعات باعملها بالطشة. عندي جزء بيحبها كده وجزء بيحبها كده. تمام. دي بس اللي هتتحط على وش الفتة زي ما قلنا. بس كده، ما فيش أكتر من كده. بسيطة جدًا. تعالوا بقى العدس معايا أهو. ده العيش المحمص هابتدي أحطه في الطبق بتاعي. ريحته بيبقى طعمه حلو أوي لما بتحمصيه كده أو بتحمريه في حتة سمنة بلدي أو زبدة، بيختلف خالص، بس دي السمنة البلدي. بصوا العدس أهو بوريه لكم وهوريه لكم تاني. هو شوربة بصوا كريمي وجميل ولونه حلو أوي بسبب الجزر والسمكة بتاعته كده بسبب البطاطس. حابة بقى بعد ما حمرنا البصلة وحطيناها نحمر شعرية ونحطها مع ونديها غلوة مع العدس، مفيش مشكلة. هنزل بقى الأول بالشوربة. الشوربة طبعا بتحبي الليمون قوي، وساعات كمان بنعصر على الفتة ليمون على فكرة. ابتدي بقى اصب بقى كده. ايه الجمال والحلاوة دي. تمام. ابتدي بقى انزل بقى على العيش.
أكلة سهلة بسيطة لآخر الشهر، تنفع وحلوة جدا ومغذية كمان وبتدفي. أنا عارفة إن الأسعار عليت بس مفيش مشكلة. تمام. وبعدين باحط برضه شوية عيش محمص كده على الوش كده للشياكة والجمال، إحنا بناكل العيش المحمص ده حتى كده من غير عدس، بيبقى طعمه حلو أوي. وبعدين نزلت بقى بالطشة بتاعتي اللي أنا عاملاها بالتوم والخل على الوش، بس كده، وممكن ما احطهاش زي ما إحنا قلنا، بقى عندي أحلى فتة عدس وشوربة عدس. التركات البسيطة اللي أنا قُلتها لكم دي بجد بتودّي العدس في حتة تانية، جربوها على طريقتي وقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات. بُصّوا الجمال والحلاوة بقى، حلو أوي، 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 ما ننساش يعني نعصر عصرة الليمون بقى على الشوربة قبل ما نشربها. اللايك بتاعِك الجميل بقى، واشتراكِك في القناة، وتعليقاتكم الحلوة، ولو إحنا جداد برضه يسعدنا اشتراككم.